يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. خلاص كده خلصنا الافريقيه، نخش بقى على المعمعه والايجيبشن ليج. هتقول لي نيلي هقولهم لك شريهان. الحمد لله على السلامه. ايوه كده نرجع لوضعنا، نتكلم على الكره المصريه، الكونفدراليه، دوري الابطال، صفقات الاهلي. معانا احداث كتيره النهارده، لا لازم تكمل الفيديو من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وتعالى نشوف مجلس اداره نادي الزمالك بيعمل ايه. عامله حريقه، فاسترها علينا يا رب من الحرايق، علشان ده اللي فاضل في الزمالك. تعالى بقى نخش في الفيديو من غير رغي كتير في المقدمه، علشان في تفاصيل حلوه جوه. يا ريت الفيديو 10000 لايك، لا ما نفصلش معانا. فلو فرحان كده برجعت خلاص خلصنا من كاس افريقيا، خلاص نخش بقى على المعمعه بتاعتنا والصفقات والاخبار والحاجات دي كلها. يا ريت تتفاعل معنا بلايك، وما تنساش مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد كلنا ثواب. ويلا نبدا ونعرف ايه جوه. يلا نبدا، وتعالى نبدا الحلقه بتاعتنا بصفقات النادي الاهلي. علشان انا شايف جمهور الاهلي ايه البطء ده يا كابتن محمود؟ بقول لك خلص 3 صفقات، انت ما كنتش مصدقني. بالعمري خلاص يا جدعان، تقدر تقول هيوصل الاربع اللي جاي او الخميس، يعني بالعمري ادي صفقه. وقلنا قبل كده الجزار خلص كل حاجه وعمل البرومو، واعتقد خلال ايام يعني او ساعات هيعلنوا عن الجزار. غير كمان مروان وعثمان اللي انا من اوائل الناس، مش هقول لك اول واحد، من اوائل الناس انفردت لك بحته اللي كان في اتفاق ما بين رئيس سيراميكا ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ان هو يخلص الصفقه. وبالفعل خلاص تقدر تقول بشكل رسمي، والصفقه دي قلت لك هتشهد 2 اعاره من النادي الاهلي. وبالفعل رسميا سيراميكا بتعلن ان عمر كمال عبد الواحد راح سيراميكا. غير كمان في اسم، والاقرب لحد دلوقتي ممكن يكون كريم فؤاد يبقى من ضمن الصفقه، يعني هي اعاره قصد اعاره. فانت عندك كده 3 صفقات للنادي الاهلي. لا برضو كخفاجه مش كفايه، اللي عايز تاني انا عارفك ابنكم شكاير طفس، عايز تاني؟ طب تعالى للصفقه الرابعه للنادي الاهلي. ابعت يا اللي بتبعت. تعالى يا عم اعرفك الصفقه الرابعه. زي ما انت شايف قدامك، الاهلي اتم اتفاقه مع بتروجيت لضم هادي رياض. ننتظر تفعيل الاتفاق لاتمام الصفقه بشكل رسمي. ده وكيل اللاعب. فتقدر تقول دي الصفقه الرابعه للنادي الاهلي. مدافع كمان اهوت، والاهلي الفتره الاخيره طلع العش اعاره وبكم هيرجع تاني سيراميكا. فانت ما عندكش الا مرعي وياسر، فانت تقدر تقول اهوت امنت بالجزار وهادي رياض. وتشوف ساعتها، يعني انا عارف ان القماشه جمهور الاهلي يعني يا عم مين دول؟ هي دي صفقات عادي، مش لازما كواليتي بن شرقي وتريزيج، مش لازما كل الصفقات كده. ممكن صفقات تلفق معاك زي وسام عادي. ممكن اللعيبه اللي انت شايفها قليله ديت تبقى لعيبه كويسه وتكسر الدنيا وتعتمد عليها بشكل كويس السنين اللي جايه. طب يا مؤاخذه يعني يا خفاجه، هم بس هيبقى 4 صفقات؟ لا يا طفس، في صفقة 5 و6 و7 يا 300,000. أهلا وسهلا. سلكة. تعال أعرفك الصفقة ال5، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفقة اللي أنا قلت عليها بالفعل. الأهلي سأل عن سلوكياته والكلام ده كله، وده سبب رفض الصفقة. الأهلي تاني رجع وخلص في الصفقة. مين ده؟ باك يمين المصري احمد عيد، واجتاز الكشف الطبي. تقدر تقول دي صفقه خلصت بشكل رسمي النادي الاهلي. وانا هفضل اعيد وازيد، امام عاشور اما بيلاقي واحد يعني نفس الكيمياء بتاعته بيشرد معاه. وامام عاشور منكم مع احمد عيد، الله اعلم كلها اقدار بتاع ربنا. بس اللي انا عارفه يعني ان احمد عيد مش تمام، يعني شاب لسه وفلوس وشهره ودماغه لسه يعني ايه ملمسه شويه. يعني امام ربنا هداه شويه بعد ما اتجوز وخلف، الدنيا هديت معاه شويه. فاللي كان مخلي امام ما كانش مركز في بدايته كان كهربا ما مش الواد انطلق، فتجيب له كمان احمد عيد. وعموما هو صفقه تأمين لمحمد هاني، يعني محمد هاني ما فيش الا غيره. ممكن كريم فؤاد يطلع بره كمان. فبناء على كده الاهلي قال لك طب ما هو الواد ببلاش حاته. صفقه احمد عيد تعتبر ببلاش عشان هو عقده اصلا فاضل له 6 شهور مع المصري، فهو يعني رقم مش كبير. فالاهلي اشترى احمد عيد، مش اعاره، لا اشتراه وبعقد سنين. اللي انا عارفه يعني في اللحظه ديت ممكن توصل ل4 سنين ونص او 3 سنين ونص. يعني احمد عيد لاعب في النادي الاهلي. احنا كده بقى يا صاحبي العدد بقى كام؟ انا عارف العدد بقى في الليمون، بس بفكرك كده بقينا كام؟ مش هكمل الا لما تقول. قلت العدد كده بقى 5. في 5 صفقات الاهلي هيعلن عنهم. انا عارف ما لسه ما اعلنش والله، صور كذا برومو وبتاع. هيعلن عن الصفقات دي. ما انت مستعجل ليه؟ هيعلن عن الصفقات دي. انت هيفرق معاك يعني الاعلان ولا ايه؟ فكره ان هو النادي يأيدهم في افريقيا قبل ما القيد الافريقي اللي هو اخره 30 يناير، لا هيسجل كل الاسماء دي. في بقى صفقات تحت السن
وصفقة المهاجم اللي الأهلي طبعا وجمهوره مستنيه. في صفقتين تحت السن. كابتن سيد عبد الحفيظ سافر جولة كبيرة كده كويس عشان يختار يعني أسماء تحت السن، وشبه تقدر تقول ممكن واحد فيهم يجي تحت السن ده، غير كمان المهاجم اللي انا عارف مستنيه، كل الناس مستنياه، اللي هو يدفع فيه رقم كبير، فجردشار يطلع عارة او بيع فيجيله مهاجم اقوى منه. مين المهاجم ده؟ تعال اعرفك المهاجم ده يا صاحبي، بس ده اسم مرشح برضه. انا عارف انت زهقت من كده مرشح مدعبه، انا بقى اجيب لك الاخبار اللي هي موجوده على الساحه وبالفعل الاهلي اتحرك فيها. زي ما انت شايف الخبر، الاهلي في مفاوضات متقدمه مع الكونغولي كيفن مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الاوروبيه. الاهلي يسعى لحسم صفقه ضم اللاعب في ظل تلقيه عروضا من البرتغال والمانيا وهولندا مع اقتراب نهايه تعاقده مع ناديه. ده لاعب من ضمن المرشحين، والكابتن سيد عبد الحفيظ لما اتفرج عليه، يعني هو سافر علشان يتفرج على اللاعب، كان ترشيح من بعض الوكلاء يعني، وشاف ارقامه كويسه فقال انا اروح اتفرج على اللاعب ده. وبالفعل ارقامه، الراجل لعب 24 مباراه، ساهم في 23 مساهمه، يعني سجل 14 هدف، صنع 9 اهداف، فارقامه تقدر تقول كويسه. فالكابتن سيد حفيظ سافر علشان يشوفه بعينه ينفع لاسلوب نادي الاهلي ولا لا. فده مهاجم من ضمن المرشحين للنادي الاهلي. وانا عارف انت زهقت من كلمه مرشح، بحكي لك اللي بيحصل. انت عندك 5 صفقات تقدر تقول ضمنتهم بشكل رسمي، وقصه المهاجم ديت خلال ايامها هتتحسم علشان الاهلي اتحرك فيه كتير. وبرضك الاهلي عايز يجيب مهاجم، مش لازما برضك عايز اقول مش قصه السعر، يعني الاهلي برضك معاه مقدوره يقدر يجيب ب 2 مليون و3 مليون، بس هو عايز يشوف مهاجم جعان كوره، يعني بالبلدي دي المعلومه اللي وصل. عايز مهاجم يبقى عنده شغف، يبقى فرحان اللي هو جاي النادي الاهلي، شايف ان النادي الاهلي دي خطوه ليه كبيره، فيبقى جعان فيقدم الطاقه دي. مش لازم يبقى اسم كبير ولا مش لازم كل الارقام دي، بس كل اللي اقدر اقوله لك خلال ايام الاهلي هيحسم موقفه في حته المهاجم الرئيسي بالنسبه له. بس الاهلي ضمن 5 صفقات اهوت، غير كمان في صفقتين تحت السن بيتحرك فيهم، ممكن يبقى فيهم مهاجم، ممكن يبقى فيهم خط وسط، غير كمان المهاجم الاساسي اللي خلال ايام هتقدر تقول هيتعلم بشكل رسمي من المهاجم ده. وانا بقول لك اهوت خلال يعني ساعات ولا حاجه الاهلي والصفحه بتاعته الرسميه هتعلن بقى عن صفقاته واحده ورا واحده. وبالمناسبه بالنسبه للخبر المنتشر بالنسبه لكيفن انياس طرب رفضوا الكلام ده كله، انا بقول لك لحد اللحظه ديت هو على ترابيزه النادي الاهلي، هو مرشح، فهنشوف خلال الايام اللي جايه الاهلي هيختار انهي مهاجم، عشان لسه ما استقرش. لحد هفضل اقول لسه ما استقرش على اي مهاجم من ضمن المرشحين. تعال بقى للاخبار اللي بعد كده يا صاحبي، بس تكون متاكد ان انت تكون عامل ايه، لايك يا صاحبي، ما تقصرش معانا. تعال بقى لحبيبك وحبيبنا كلنا نادي الزمالك. اخبار مفرحه الحمد لله، يعني مجلس اداره نادي الزمالك صرف للاعيبه المرتبات بتاعتها، بس ما تفرحش قوي، يعني المرتب اللعيبه لها كام؟ فوق ما يقرب 7 شهور 8 شهور، دفعهم كام؟ شهر. انا مش عارف لحد امتى هنفضل نقدم ضحك. والله يا كابتن حسين، فكره انت توفر للعيبه المرتب بتاعهم شهر او شهرين وهو مستنيين 7 شهور وصابرين عليك، والله ليهم حق. والله اللي عايز يفسخ يا ابني يفسخ ويمشي، مش هيجوا الا بالطريقه ديت. اللعيبه الاجانب بتاخد فلوسهم اول ما بتشتكي، لا اما تفسخ وتمشي، فبراحتك اعمل اللي، ولا مش بحرط حاجه، بس دي مش بيئه يا جدعان، احنا هنكمل كده ازاي؟ ده غير كمان الخبر اللي انت شايفه قدامك. يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك مع إدارة الكرة إمكانيات تسجيل عدد من اللاعبين الشباب في القائمة الأفريقية قبل مواجهة المصري المقبلة. يفضل الزمالك بين أكثر من اسم، أبرزهم سيد أسامة، محمد إبراهيم، محمد حمد، يوسف وائل، أحمد الخضري، علي عبد المجيد، أنس وائل، وعلي علوكة، ومحمد زلموكة في القائمة الأفريقية. زي ما قلت لك مفيش فتح كيد، فبناء على كده انت مطالب تصعد ناشئين، وفخور بده طبعا اللي احنا هنصعد قطاع ناشئين ولاعيبه تعتمد منك انت، عندهم غيره شويه. هو كده كده اما بيكبر ويتنجم شويه والدنيا تبقى يقول لك مع السلامه ويسيبك، عشان دي بقى مش صالحه، بس هو فرحان اللي هو تصعد للفريق الاول. بس هنكمل كده ازاي بقى الموسم باللعيبه اللي موجوده وانت بتصعد ناشئين ومش بتدي فلوس، يعني حتى يعني يا جدع شبعهم، ادوهم فلوسهم عشان يبقى في دافع، ادوهم حقهم. اما بلا ما بتدوش حقهم وبتصعد ناشئين، فاللعيبه الكبار طبعا اللي بقى يتجوز دونجا بقى براحته يرجع امتى، عندك عبد الله السعيد براحته، عندك كمان ناصر ماهر اللي في بعض الاوقات في بعض الماتشات اللي بتبقى مره في السيزون ولا مرتين ولا حاجه، اللي كان فارق معاك في نص الملعب بتبيعه، لا وبيرفض كمان، وانت بتبيعه انا عايز فلوسي منك.
انت بتبيعني وعايز تبيعني بايا كان الرقم اللي 60 70. انا برضو ليا مستحقات عندك ما يقرب 10 مليون ولا حاجه، مش هتنازل، دول بتوعي وحقه. من ساعه ما دخل نادي الزمالك ما خدش جنيه على بعض، ما خدش رقم كده، ما خدش. تخيل ليه مستحقات 10 مليون. انت فاهم معايا؟ الله اعلم الزمالك رايح على فين، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان السنه ديت وحشه، وحشه لدرجه ان انت ممكن تشم يعني من بعيد كده في ريحه هبو جاي عليك. ايه الريحه ديت؟ لا تعالى يا صاحبي نخش في المواضيع اللي بعد كده. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، ميدو بينزل بيان يرد فيه التصريحات تم تحريفها ولم اقصد التقليل او التشكيك. ميدو قال ايه؟ طلع مع الاستاذ ابو المعاطي يعني في بودكاست كتير يعني ورغى كتير في حاجات كتيره. قال لك يعني كابتن حسن شحاته كان بيجيب شيخ وزئبق احمر في البطولات 6 و8 والحاجات دي كلها. وميدو اصلا انا مش فاكره خالص، ده ولعب معانا جزء في البطوله وبعد كده الكابتن حسن مشاه. بس قال التصريحات دي، قال لك كنا بنجيب شيخ وزئبق احمر والشيخ يقول لي البس رقم كذا هو طلع قال كده، والفيديوهات يقول لك تم التحريف، هو قال كده. فبناء على كده المجلس الاعلى للاعلام وقف ولازم يتوقف. والتصريحات اللي زي ديت، الحاجات اللي هي بتنخرب كده في تاريخنا والحاجات اللي زي ديت، انا ما اعرفش بيبقوا شاربين وهم طالعين. ايه يا ميدو ما نرجع للشاي بقى، قلنا بقى نخف بقى، خف الشاي حلو، عوايدنا وتقاليدنا يا ميدو. الشاي ايه يا عم؟ ما ينفعش تقول كده وطالع يقول لك تم التحريف. انت قايل كده بلسانك، جابوا شيخ وزئبق احمر وحاجات. كابتن حسن شحاته يا رب يا حبيبي يا رسول الله. ايه يا عم؟ يا عم بقى. فتم ايقاف ميدو ومبسوط الناس اللي بتطلع بتصريحات زي ديت عشان تعمل بوم والكلام ده كله. المفروض المجلس الاعلى للاعلام اي حاجات زي دي اوقف على طول. تعال بقى للمواضيع السريعه والاخبار، بس اتاكد ان انت تكون عامل بس كده. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، مدرب نيجيريا كان بيقول لك ايه بقى؟ لو خسرت امام مصر في مباراه تحديد المركز الثالث كنت ساتخذ قرار مصيري واستمراري في مجال التدريب حينما لم يكن مضمونا. واخد بالك يا كابتن حسام؟ الناس ربطت كلام على الكابتن حسام ان انا مثلا بدافع عن حد. انا شايف ان الكابتن حسام لعبها صح والله العظيم. كيروش بقول لك وصل لركلات الجزاء قصد السنغال، طلع قال فشل والله العظيم ومشيناه وانت مدرب فاشل وفيك والله كابتن حسام طلع مركز رابع واتذكر حسام. لعبة عملها ومكمل، وما ينفعش الكابتن حسام، وهفضل اقول ما ينفعش ولا اسلوب ولا فكر ولا اي حاجه. انت رايح عارف زي ما بقول لك ايه، انت بتدعم في حته غلط. كابتن حسام ما ينفعش واو ده الناس اللي بتقول لك ايه ما فرقتش الثالث والرابع، بقول لك الراجل كنت همشي فيه ده، وانا كنت خدت الرابع من منتخب مصر. وبالمناسبه في خبر منتشر ما اعرفش من صحته ايه، بس تعالى اقراه لك. بيقول لك في ايه؟ محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة 22 فبراير للنظر في أولى جلسات الدعوة القضائية المقامة للمطالبة بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وجهاز يا رب تبقى صح. ما اعرفش أصلا ده ينفع ولا لأ، بس يا رب. وهفضل أعيد وأزيد، الكابتن حسام حسن لا يصلح لإدارة يعني مع احترام، هي فرقه في منتصف الجدول عندنا، هو مش تقليلا منه خالص، انا مش بقلل منه. الراجل ما خدش ولا بطوله وفكره على ارضيه الملعب يعني تقدر تقول فكره قديم قوي ومش لايق على اسلوبنا ولا اي حاجه. فيا ريت الدعوه دي، ولو ينفع اساعد معاك في الدعوه دي ارفع على اخر دعوه، لو ينفع نشيله. الخبر اللي بعد كده في النادي الاهلي وهو زعلني بجد بنسبه كبيره، حمزه عبد الكريم سيستكمل الموسم مع الاهلي ولن ينتقل لبرشلونه في الميركاتو الشتوي الحالي. اللي حصل لحد اللحظه ديت واللي كان معطل الدنيا ما بين حمزه عبد الكريم وبرشلونه والاهلي والكلام ده كله، كان حمزه عبد الكريم او والده بمعنى اصح فكره ان حمزه عبد الكريم يجدد للنادي الاهلي ثم يطلع الاعاره بتاعته اللي هي هتنتهي ان شاء الله لو كمل الاعاره وبقى كويس تنتهي بنيه الشراء. كان ساعتها اللي موقف الموضوع لا الاهلي عايزه يجدد 3 سنين، والده لا مش عايز اجدد. الموضوع ده لغايه ما الوقت اتاخر شويه وفي الاخر جدد للنادي الاهلي موسم واحد، ان هي وقت الانتقال بتاع الاعاره. مره واحده لقينا برشلونه لا وقف الدنيا. ده اللي اعرفه ان برشلونه في الاخر الاجراءات اللي هي كانت طويله ديت كتيره ديت، والاهلي على ما اتفق وخد السعر اللي هو عايزه هو والده لغايه بقى ما وصل خلاص تمام احنا موافقين برشلونه قالت لك لا وقف الدنيا شويه. زعلت عليه وربنا يكرمه وان شاء الله تكمل على خير وان شاء الله تبقى تعطيله بسيطه والموضوع يتم في الاخر. اما الخبر اللي بعد كده خلاص الاهلي تقدر تقول بشكل رسمي اتفق مع النادي المجري ان جريديشار يطلع ليه اعاره، بس قال له ايه استنى لغايه اما اجيب المهاجم. اتفقت على البنود خدوا اعاره الدنيا تمام، اتفقوا مع جريديشار الراتب بتاعه، اتفقوا على كل حاجه، بس الاهلي قال له استنى وقف لغايه اما اجيب مهاجم. الاهلي جاب مهاجم جريديشار طلع بره. الاهلي ما جابش مهاجم، انت مكمل يا عم جريديشار. دي ملخص القصه. اما الخبر اللي بعد كده هو بخصوص
تشجيع المغرب لمنتخب نيجيريا، فاكرين طبعا، وكان المباراة اكنها زي ما بتقال في نيجيريا ما كانتش في المغرب، وده عادي، قلت اي حد يشجع اللي هو عايزه. بس في الاول والاخر اما يجي بقى التحفيل عليك بعد ما تخسر بطولة قصاد السنغال من حارس نيجيريا، بيقول لك ايه بقى؟ استخدموا منشفتي التي سرقتوها لمسح دموعكم. يعني تخيل تشجعهم كمان ويحفل عليك، تحطوا في نفسكم في مواقف بايخه. اما الخبر اللي بعد كده بخصوص ديانج، بعد ما الكابتن احمد شوبير قال في كذا لقاء يعني اللي ديانج قرب من التجديد للنادي الاهلي، الخبر المفاجئ اللي ديانج جاي له عرض من الدوري الاسباني. زي ما انت شايف قدامك، اللاعب ابلغ الاهلي برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري، ويمتلك عرض من احد انديه الدوري الاسباني، والنادي الاسباني يريد شراء ما تبقى من عقد ديانج مقابل 500 الف دولار. المعلومه اللي عندي ان ياس توروب عايز ديانج يكمل معاه لنهايه الموسم. خلال الوقت اللي جاي هنشوف يعني ديانج مكمل مع النادي الاهلي اللي هو يجدد تاني ولا يمشي فري. بس كل اللي اقدر اقوله لك، الاهلي مش عايز اي رقم في ديانج، هو عايزه يكمل معاه الموسم ده. والصراحه يا صاحبي ده فشل من النادي الاهلي، فكره ان هو مش عارف يجدد لديانج او سابه لحد النهايه علشان يجدد له ويجي له عروض عشان هو لاعب كويس. ده فشل ان انت تسيب اللاعب وفي الاخر ما جبتش حامد حمدان، وفي الاخر ديانج يمشي منك، فده بناء على كده اتحط تحت بند فشل اداري. فهنشوف خلال الايام اللي جايه الاهلي ممكن يحاول يعني مع العرض اللي جاي له الاسباني ده، ما هو بيجي مره وخلاص، لو ما مشيش ممكن بقى في ال6 شهور دول الاهلي يغريه برضك بشويه ارقام فيجدد مع النادي الاهلي، ساعتها يبقى الاهلي نجح في الملف ده. اما لو ديانج مشي فري فيبقى غلطه وبالفعل فشل من مجلس اداره النادي الاهلي. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا صاحبي، اتمنى يكون عجبك. مستني وجهة نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها، بشوف معظم الكومنتات وبعمل قلوب. وقبل ما اقفل الفيديو، قناه الزمالك او بمعنى اصح العالم الموازي اللي احنا عايشين فيه بيقول لك ايه بقى؟ في نادي صرف ملايين على قطاع الناشئين وخرج من كاس عاصمه مصر بنقاط اقل مننا. ايش في المعز ويضركم؟ اقسم بالله بجد، هل احنا ما صرفناش على قطاع؟ احنا صرفنا بس شكك يعني، في لعيبه ما خدتش بقى لها اكتر من سنه، لعيبه شباب ما خدتش اكتر من سنه، وهي نفس القطاع الناشئين. انت بتصرف هنا وهو بيصرف، على الاقل اللعيبه بتاعته بيطلعوا اعراض، بيوديهم هنا، بيبيعهم، بيطلعوا في العالميه، ده دوري برتغالي اللي كان جاي له عرض من برشلونه، الكلام ده كله. اما احنا ميه بطيخ، وكاس عاصمه مصر المفروض احنا اللي نستفاد منها كزمالك، عشان عندك افريقيا فجائز قطاع ناشئينك، واحنا شفنا ما فيش اسماء كبيره قوي. ده غير كمان بتشوف ان النادي الاهلي عنده اسماء افضل من اللي موجوده عندك كمواهب. المهم يعني مش احنا جبنا سيره الاهلي والناس اتكلمت علينا والفيديو وصل للناس عشان المرتب بتاعنا ينزل، يا رب الكابتن حسين ما يخصم منه. انا بقول كفايه كده، شكرا للناس اللي كملت معانا الفيديو لحد النهايه. يا رب بقى نوصل الفيديو 10000 لايك، ولسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه، وتدينا شير على الاقل يعني يوصل لعدد كبير من الناس. وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده، وسلام.